حلوة حلاوة مش طبيعية بجد. اللي بيحصل جوه الفرن ده مش طبيعي. بصوا بصوا بصوا، سامعين الصوت وشايفين التوريقة، حاسين اكيد، شايفين القشطة طالعة مع السكينة، حاجة كده دمار شامل كامل. نغيب غيبتنا ونرجع بشياكتنا. انا عملت ايه النهاردة؟ من نص كيلو من اللحمة المفرومة عملت 4 صواني من الرقاق، صينية في الفرن و3 قدامكم اهو. قبل ما نبدأ بقى الكلام هنسمي الله ونبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شايفين؟ بسم الله الله أكبر. كل خرطة بخرطتها. اللسعة اللي من فوق دي عايزة تحطي على الوش زبدة حطي، عايزة تحطي على الوش قشطة وتديكي نفس اللسعة، تولع عليها الشواية، حاجة كده تحفة جدا. شايفين الخرطة محملة ازاي؟ محمرة من فوق محمرة من تحت، حاجة كده تحفة جدا. انا عملت ايه النهاردة؟ جبت لفتين من الرقاق الناشف، اللي هي لفة كانت ب50 جنيه عند السوبر ماركت، انا جبت لفتين ب100 جنيه، عملولي 4 صواني حلوين جدا. طيب كترت العصاج بتاعي، نص كيلو حطيت له خضار. الخضار اللي هو مثلا جزر مبشور، فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل رومي، بصل، توم، الحاجات اللي هي زي كده. عملت ايه الاول؟ جبت طنجرة او حلة او وok وسخنته على النار، حطيت المادة الدهنية، اديت اللحمة بتاعتي صدمة، بعد كده نزلت بالتوابل، التوابل اللي انتي حباها براحتك خالص. حابه تحطي ورق لوري، حبهان فلفل اسود، كبابه صيني، ملح، فلفل، الحاجات اللي انتي حباها، ملح فلفل بس براحتك خالص. كمان انا هنا كان عندي فلفل احمر بس ما كانش عندي لا فلفل رومي ولا فلفل اخضر، ونزلت بعد ما حطيت الحاجات دي كلها مع بعض وقلبتهم مع بعض، نزلت بيه بكوباية من المية، لميت لي كل الطعم اللي في الحلة بتاعتي او الطنجرة، وغلوا مع بعض كده. العصاج طبعا انتهى، يعني مفيش حد محتاج ان انا اعلمه عصاج، كلنا ما شاء الله تبارك الرحمن. التشريبة هي المعلقة دي بقى، هي اللي هتوزن، هي اللي هتقلب كل الموازين. المعلقة دي معلقة من البيكنج باودر او نص معلقة من البيكنج باودر، هتدي الرقاق بتاعك توريقة هتخلي طعمه في حتة تانية. طيب انا عملت ايه؟ دهنت الاول الصواني اللي انا استخدمتها، وبعد كده جبت خليط التشريبة، كل حاجة قد بعضها، الزبدة قد اللبن قد الشوربة قد القشطة، او 3 معالق بس من القشطة عادي جدا. الشوربة واللبن يبقوا سخنين جدا علشان يسيحوا لي الزبدة، وعشان خاطر كمان يطروا لي الرقاق. طيب هنا عملت ايه؟ انا ما حطيتش بس غير ملح وفلفل اسود فقط لا غير، عشان حابة ان انا احس بطعم الفلاحي الحلو. يعني ظبطت كده الملح بتاعي وظبطت الدنيا، وابتديت ان انا كده التشريبة تمام، العصاج تمام. انا بحب جدا جدا احط طماطم في العصاج، بينقل الطعم في حتة تانية خالص، وبيخلي الطعم حلو قوي. طيب عملت ايه كمان؟ اول تركة عندي اللي هو الديسك بتاع الرقاق، حطيته بدون ما ابله بالتشريبة علشان خاطر ميلزقش معايا في الصينية، وانا عايزاه بس يبقى محمر من تحت ومحمر من فوق، فمش عايزاه يبقى لازق يعني. تمام. حطيت كده التشريبة يعني علشان يدي طعم برضو للرقاقة اللي هي من تحت، عشان انتوا عارفين طبعا الرقاق بيبقى سميك حبتين. طيب وبعد كده اي رقاق متكسر عندك تقدري تحطيه في النص كده، بس طبعا هتبليه بالتشريبة. التشريبة دي لازم ينزل فيها الرقاقة كده، وزي ما انتوا شايفين كده هوريكم واحدة. شوفوا بصوا انا ببلها ازاي، لو اتكسرت عادي مفيش اي مشكلة، برضو هتبقى مورقة، وبرضو هنعرف نلمها جوه الصينية. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين انا العصاج بتاعي بقول لكم انا دايما بحب ان انا احط فيه عصير طماطم او صلصة، او الاتنين مع بعض بيدي طعم تاني خالص. كتريه بقى بفلفل، بألوان، بجزر، بالحاجات اللي انتي حباها يعني.
تمام، ما شاء الله تبارك الرحمن. لو انت عندك اطفال ومش حابة تعملي عصاج والعصاج بيفرول منهم، ممكن جدا جدا تعملي خلطة زي بتاعة الحواوشي. هي اول بقى او الكفتة، اول ما هتحطيها في قلب الصينية هتتماسك وتبقى زي الكفتة كده ماسكة في بعضها. ماشي. حطيت 4 رقات من تحت و4 رقات من فوق حسب ما انتي حابة، او 3 من تحت و3 من فوق حسب ما انتي عايزة. وبعد كده هحط عليهم تقل واسيبها ربع ساعة، تقل زي صينية تانية، كيس رز، اي حاجة، بحيث ان هي تندمج مع بعضها وتطرى قبل ما تدخل الفرن. بعد كده اديتها شوية من التشريبة، وحابة تحطي قشطة من فوق حطي. انا حطيت معلقة من الزبدة كده اديتها وش بصراحة رهيب. انا بحب استخدم الزبدة بتبقى لسه ما تسيحتش، وفيها اللبن وفيها القشطة، فيها كل حاجة ما شاء الله. هنا الله اكبر، تكاتك رايحة تكاتك جاية، حاجة كده زي الفل. ربنا يستر الفيديو ما يتحذرش من اصوات الموسيقى دي. طيب، نيجي على التعب والله والمونتاج. بص بقى، وكلي احلى رقاق ناشف، وادعيلي ولايك وشير في الخير. ونقلب بقى الصينية كده. بصوا 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 الحلاوة والجمال، حاجة تحفة جدا، حاجة تحفة جدا. اللهم بارك. انا ندمت جدا ان انا عملت الوصفة دي. رايحة جاية اعملي لنا رقاق، رايحة جاية اعملي لنا رقاق، وكل واحد ياخد صينية لوحده ومش وممكن يقوم بيها يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا بقى، عايزة اوريكم الاكياس اللي انا جبتها كمان دي شكلها ايه وعامل ازاي. طبعا اللقطة دي ما تتفوتش والصوت ده ما يتفوتش. لا 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 لا، بس خلص الفيديو عشان تخلص. بس كده. ابص حاجه يعني، بص التكاتك حاجه ما شاء الله. لا والله. والله. ايوه والله. بس المهم ادي الكيسين بتوع الرقاق. انا مشتريه جاهز ما عملتوش. وبس كده، ويا رب يكون وصفتي فادتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير في الخير، والسلام عليكم في وصفة قادمة ان شاء الله. خلاص.